المدرب الأسباني الكبير بيب جوارديولا يهز العالم بما قاله في أول ظهور له بعد مباراة المنتخب المغربي أمام منتخب جنوب إفريقيا. ويؤكد المدرب الأسباني الكبير: أرشح المنتخب المغربي للتتويج باللقب، ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل الجديد خلال الفترة المقبلة. أشاد المدرب الكبير بيب جوارديولا من خلال تصريحاته لشبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بالمنتخب المغربي بعد الفوز اليوم عن جدارة واستحقاق على منتخب جنوب إفريقيا. وجاءت تصريحات جوارديولا كالآتي: المغرب فازت عن جدارة واستحقاق على منتخب جنوب إفريقيا. لاعبي المنتخب المغربي قدموا مباراة كبيرة خاصة في الشوط الثاني. لاعبو المنتخب المغربي قدموا أداء تكتيكيا عظيما، وكان بإمكانهم الفوز بنتيجة أكبر من هدفين لو تم استغلال الفرص السهلة التي أتيحت. وتابع جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تصريحاته قائلا: أهم ما ميز المنتخب المغربي اليوم هو التنظيم الدفاعي الرائع، مما قضى على خطورة لاعبي جنوب إفريقيا طوال المباراة. واختتم جوارديولا تصريحاته مؤكدا أنه يرشح المغرب للفوز باللقب والفوز بالمباراتين المتبقيتين في المجموعة أمام نيجيريا وزامبيا.